دخل البيت فوجد هرة اللي احنا نسميها بسة. وجد هرة، أيوة، قطة، تمام. فسولت له نفسه فأخذ شيئا من البيت كأنها عصا أو ساطور أو شيء معين، فضرب هذه الهرة في ظهرها ضربة حتى أن الهرة ما استطاعت بعد ذلك إيش؟ أن تمشي، يعني سقطت. كانت ضربة قوية والضربة جاءت في الظهر. هذه الهرة سقطت مباشرة في الأرض، ما هي إلا لحظات والولد ماله يسقط. طبعا الأب والأم ما يعرفوش إيش القصة ولا إيش القضية، شوفوا ابنهم مطروح لا يتحرك ولا يستطيع أن يقوم، فوالده بحكم أنه ميسور تستطيع أن تقول أنه طاف به أكثر من بلاد، طاف به أكثر من بلاد، حتى أنه أخرجه إلى الخارج دول أوروبية، وكلما أعطوه أشعة أشياء مقطعية يعني يعجزوا عن علاجه، ما يدروا إيش السبب. فألهمهم الله تبارك وتعالى وأخذوه إلى قارئ قرآن، تمام، رجل يرقي الناس، فرقاه فنطقت على لسانه امرأة، نطقت على لسانه امرأة. طبعا من يسمع هذا الكلام خصوصا اللي ما يؤمنوش بقضية دخول الجن والشياطين في بني آدم، بعضهم يقول لك أنا ما أؤمنش. طبعا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم لما تحدث عن الذين يأكلون الربا قال لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من ماذا؟ من المس. آية واضحة، تمام. أما أنك تنزل لي الأحكام وتحاكمها إلى عقلك، بعض الناس يقول لك يا أخي كيف هذه ما تركبش، يعني الشيطان كيف يدخل في بني آدم، ذاك هو بشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى إيش؟ الدم، يعني هو في جسدك ماله حجمه ضئيل، وهذه تبقى قدرات الله تبارك وتعالى أعطاها من؟ الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد أن امرأة نطقت على لسانه وقالت إن ولدك قد ضرب ولدي على ظهره فانكسر ظهره، وولدي الآن مطروح الفراش، إن قام ولدي قام ولدك، وإن مات ولدي سيموت ولدك. الرجل ما يسوي يعني. فألهمه الله تبارك وتعالى وأخذ زوجته وراح إلى مكة بجانب الكعبة، شرب من ماء زمزم وتعلق بأستار الكعبة وأخذ يلهج بالدعاء ويدعو الله تبارك وتعالى، ويدعو ويدعو ويدعو، لم يمل ولم يترك.